تشوف الدياثة وأشياء كثيرة ترمي في بنتك، أنت تمثل تمثيل فاسد. يعني بنتك وفرحان بيها باللي بنتك فنانة. إمام جزائري يقصف رضا سيتيسيز بسبب إدخال ابنته إلى التمثيل. عناوين بالبند العريض. تحدثت عن إمام جزائري ألقى خطبة تحدث فيها عن المسلسلات الجزائرية وتمثيل النساء والبنات في المسلسلات والبلاتوهات التلفزيونية. فالعديد من العناوين ألصقت الخبر أو ألصقت خطبة هذا الإمام الجزائري بالمنتج الجزائري رضا سيتيسيز. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أزل في اللون ومرحبا بكم مع إلياس. اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس هكذا باش يوصلكم كل جديد. مثل ما سمعتوا في أول مقطع وشفتوا أنه الإمام الجزائري ألقى خطبة من خطب يوم الجمعة وتحدث فيها عن التمثيل وتمثيل البنات والنساء بصفة عامة، ولكن للجمهور الجزائري أو لصفحات مواقع التواصل الاجتماعي رأي آخر. فالعديد من الصفحات نسبت هذا الكلام الموجه لكل من يسمح بابنته أو زوجته أو حتى أخته بالتمثيل، نسبه إلى المنتج الجزائري رضا سيتيسيز بعدما أن أدخل ابنته آنيا في التمثيل. انتم خلال هذا الفيديو راح نفتح لكم ميزة التعليقات باش تعلقوا تعطونا آرائكم حول الخطبة التي قال عليها الإمام حول التمثيل ودخول النساء والبنات إلى التمثيل. وأسكو تشوفوا هذا يعني الكلام موجه إلى رضا سيتيسيز ولا لا؟ واش رايكم أيضا في مسلسل المهاجر للمنتج الجزائري رضا سيتيسيز وعن تمثيل آنيا في المسلسل؟ وقولوا لي أنتم مع التمثيل أو ضد التمثيل، فإنه في معظم الأحيان نلقاو العديد من الناس ضد التمثيل وفي نفس الوقت نلقاو أنه مسلسل المهاجر حصد على ملايين المشاهدات. فإحنا مش عارفين يعني نقطة التناقض أين هي. نخليكم مع في ميزة التعليقات باش تعطونا آرائكم. اشتركوا في القناة باش توصلوا بكل جديد. دعمونا باللايك وإلى اللقاء. كنت مع إلياس. اشتركوا في القناة ونتلقاو في فيديو جديد ونهار جديد. إلى اللقاء.